السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. بما اننا هنبدأ سلسلة شخصيات مؤثرة في التاريخ الاسلامي، ما ينفعش اول حلقة تبقى عن اي حد غير رسول الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم. طبعا انا لا اول ولا اخر واحد هيتكلم عن النبي. تخيل ان انا وانت كده احب الناس الى سيدنا محمد. في حديث صحيح سيدنا محمد قاعد مع جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فسألوا صحابي جليل ومش اي صحابي، ده ابو عبيدة امين الامة، فقالوا يا رسول الله في حد احب اليك مننا؟ احنا عملنا معاك كل حاجة، اسلمنا وشاهدنا الاسلام من الضعف للقوة. فكان رد الرسول في أحب منكم. اتفاجئ الصحابة، مين يا رسول الله اللي ممكن يبقوا أحب ليك مننا؟ فقال قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني قط. فانتوا متخيلين الرسول يا جماعة بيحبنا قد ايه؟ طب انتوا عارفين الرسول تعب قد ايه عشان انا وانت ربنا يكرمنا ونطلع مسلمين، واصلا يبقى في اسلام لمدة 1400 سنة؟ تخيل كده انت لو بتعمل صفحة على الفيسبوك عشان تنزل عليها محتوى وما عندكش ولا فولور، حاسس بالغربة والوحدة واليأس، وهتوصل للناس ازاي؟ ويا ترى المحتوى هيعجبهم ولا لا؟ سيدنا محمد فضل 3 سنين يدعو للاسلام في الخفة، وبعد ال3 سنين بقى عدد المسلمين 40 فرد في 3 سنين، يعني بمعدل 13 فرد كل سنة. فانت متخيل بقى الصبر والايمان وصل لحد فين؟ بعدها جاله امر الهي بالدعوة جهرا وانذر عشيرتك الاقربين. وهنا الامر الاصعب، الاول كان الموضوع في مداري، محدش كان واخد باله من الكفار، دلوقتي بقى على عينك يا تاجر، بتعاديهم وتكفرهم وبتذم في الالهة بتاعتهم. الرسول والصحابة استحملوا كم اذى محدش يقدر يستحمله، وده بسبب ايمانهم وصبرهم وحسن ظنهم بالله ان النصر هيجي طالما بيعملوا اللي امرهم بيه ربنا. اول هجرة في الاسلام كانت لبعض الصحابة من مكة للحبشة. كان ممكن الرسول يهاجر معاهم، وكان ممكن يقول لهم اقعدوا معايا وشيلوا الاذى عني شويه، لكن الرسول كان خايف عليهم من كم الاذى اللي بيحصل من الكفار، وحب يخفف عنهم، وفضل هو ومن لم يهاجر لنشر الدعوه ومقاومه الكفار. وده مش سنه ولا اتنين يا جماعه، ده 14 سنه بيجاهد مع الكفار وبينشر الاسلام تحت ضغط واذى محدش يستحمل. كمان في حاجه مهمه جدا عاوز اوضحها، ان الدعوه هنا كانت مش لاي حد، لا ده دول للعرب اللي هم اصل اللغه متمكنين فيها جدا، يعني انت جاي تدعوهم بلغتهم وفي ملعبهم. وكمان هم ما كانوش مجرد كفار، لا دول اغنياء وذو اصل وعشائر كتير، والادهى انهم مشركين، يعني اغلبهم عارف ان في ربنا موجود بس احنا بنعبد الاصنام بتاعتنا معاه. فهي مشكلتهم في الاساس ان مش محمد جاي بدين جديد، قد ما هم ازاي جاي تحرم الاصنام العجوه بتاعتنا بعد ما بنعبدها طول السنين دي كلها. وجدير بالذكر ان الاصنام ديت جت ازاي او هم عبدوها ازاي. دول كانوا اشخاص طبيعيين جدا وكانوا اشخاص صالحين، هم من قدر تقديسهم ليهم وكبروا المكانه بتاعتهم بقى يعبدوهم. وعشان كده الاسلام محرم تقديس الاشياء فوق عادتها، او موضوع الاضرحه والاولياء الله الصالحين والكلام ده كله. ودي كانت مهمه كبيره جدا محدش يقدر عليها غير الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم. لكن هنا دايما انا بقول لكل مجتهد نصيب، دي قاعده ربانيه ملهاش تغيير. رغم ان الرسول كان مميز ومختار وانزل عليه كتاب سماوي، لكن الدعوه كانت بالاجتهاد والتعب والدم والصبر قوي كمان. فنتيجه الايمان ربنا بيكافئ وبيساعد كل مجتهد. واحده واحده الفرد اللي كان بيدعي للاسلام من الصفر لوحده لمده 14 سنه ربنا امره واتباعه بالهجره الى المدينه. ودي كانت اهم والمصدر سين في التاريخ الاسلامي، وبيوضح اهميه الهجره عند المسلمين، ان التقويم الاسلامي اصلا بيبدا من الهجره مش من مولد النبي او نزول الاسلام عليه. ومع اول نزول للنبي وصحابته ارض المدينه المنوره كانت بدايه اول خطوه للدوله الاسلاميه اللي ملت الارض نور وعلم وثقافه لحد النهارده. رحله طويله جدا بدات بفرد واحد لحد 2 مليار بني ادم. وهنا رساله ليكوا ليكي، اوعوا تيأسوا يا جماعه، ولا تقولوا القطر فاتنا، ولا تقول العمر جري. انت مش مطلوب منك غير الاجتهاد والسعي، وتعبد ربنا حتى يرضى. لو عملت كده النتيجه هتكون اكبر مما تتخيل. بقول لكم من فرد واحد ل 2 مليار فولور، مين كان يقدر يتخيل السيناريو ده؟ احنا بندين بالفضل والعرفان والحب وكل المشاعر الحلوه ليك يا رسول الله. وطبعا مش هننسى كل فرد وقف وساعد الرسول رضي الله عنهم جميعا. ويا رسول الله زي ما احنا احب الناس اليك، فانت احب الناس الينا حتى لو لم نرى، صلى الله عليك وسلم. اللهم اغفر وارحم وسامح وارزق كل من مر على هذا فيديو وكل من ساعد في نشره فضلا وليس امرا. لو عجبك الفيديو لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين، ولو انت على اليوتيوب اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كنتم مع حكاوي الخلفاوي، والسلام عليكم.